في حاجة ما حدش بيتكلم عليها خالص مع إنها هي أهم حاجة تقريبا في جسمنا وبتأثر على صحتنا وجودة حياتنا، تقليل خطر الإصابة بأمراض كتيرة قوي من أهمهم مرض السرطان. والحاجة دي هي التيلومير. الخلايا بتاعتنا جواها كروموزومز، على حرف الكروموزومز دي في التيلومير دي موجودة. وكل ما التيلومير دي بتقصر، جودة حياتنا وصحتنا وعمرنا بيقصر، وخطر الإصابة بالأمراض خصوصا مرض السرطان بتزيد. يعني لو تخيلنا إن ده الكروموزوم بتاعنا، الحرف بتاعها ده هو التيلومير. يعني دي لو اتقطعت أو اتفكت، الرباط كله بيكون ملوش أي لازمة وبيبوظ. نفس الكلام بيحصل في الكروموزوم بتاعنا. التيلومير ده لو باظ أو قصر، الخلايا دي بتموت. كل ما بيحصل انقسام للخلايا، التيلومير ده بيقصر. كل ما بيقصر وبيختفي خالص، الخلايا دي بتموت. في عوامل تانية كمان بتأثر على التيلومير ده، زي السمنة، زي التوتر، زي التدخين، زي قلة النوم، قلة الحركة، زيادة معدل الالتهابات في الجسم. كل الحاجات دي بتأثر على طول التيلومير ده. عشان كده ممارسة الرياضة وإن إحنا نعمل حاجات في يومنا نقلل بيها التوتر، والنوم الكويس، ونظام غذاء صحي، وإن إحنا ناخد بالنا من صحتنا، كل الحاجات دي مش رفاهية أو لمجرد إن يبقى شكل جسمي حلو وخلاص. كل الحاجات دي بتقلل من خطر الإصابة بأمراض، وبتحسن من جودة حياتنا، وبتطول في العمر بإذن ربنا. في أكلات بتحافظ على التيلومير ده عن طريق إن هي بتقلل الالتهابات في الجسم بشكل كبير جدا. أول حاجة هي الأوميجا 3. دي موجودة أكتر حاجة في الأسماك الدهنية، خاصة السلمون والماكريل والسردين. في حاجة هو الكركم، لأن في مادة الكركمين اللي هي مضاد التهابات قوي جدا ومضاد حيوي طبيعي، وعشان نحسن من امتصاصه بناخده مع فلفل اسود. تاني حاجة وهي فيتامين دي، وأحسن مصدر للفيتامين دي هو الشمس. وفي أكلات فيها فيتامين دي بس امتصاصها ما بيكونش أحسن حاجة، زي البيض والمشروم. رابع حاجة هي الماتشا والشاي الأخضر والقهوة، لأن فيهم مضادات أكسدة قوية جدا، وبتقلل الشوارد الحرة اللي هي بتسبب التهابات في الجسم، وبتزود خطر الإصابة بأمراض كتيرة. آخر حاجة وهي الخضروات، وخصوصا الورقيات الخضراء زي السبانخ والجرجير، وكمان البروكلي والقرنبيط. الحاجات دي بتقلل التهابات الجسم بشكل كبير قوي، وليها ستاديز كتيرة قوي في محاربة أمراض زي مرض السرطان. فمهم الأكلات دي تكون موجودة بصورة يومية في الأكل بتاعكم. في دواء لو نجح فعلا واكتمل، هيغير من مستقبل العلاج ومستقبل محاربة الأمراض بشكل كبير جدا، وهو تيلومير 1. حقيقة إن العلماء اللي اكتشفوا التيلومير ده وتأثيره على صحتنا ومحاربة الأمراض خدوا جائزة نوبل في 2009. ومن ساعتها بيحصل استاديوز وتجارب كتيرة قوي علشان يوصلوا للعلاج ويحاربوا الأمراض. والتجارب اللي اتعملت على الفئران والكلاب لقوا إن هما بيتعافوا تماما من مرض السرطان. كمان لقوا إن الكلاب اللي بتصاب بالعجز وكبر السن بيتعافوا تماما، وصحتهم بتتحسن كتير، وترجع صحتهم كأنهم شباب بالظبط. ومن المتوقع ان هم يبداوا يجربوا الادويه دي في 2025 على البني ادمين. ولو عايزين تقروا اكتر في الموضوع، هسيب لكم اللينك في اول كومنت. Like and share and follow for more.